بيبدأ ملخص فيلمنا مع هالة وهي بتكون شغالة في شركة إنتاج سينمائي، وبتكون شغالة في العلاقات العامة، وكمان بتكتب المقالات الرئيسية للشركة، وبتصحح الإشاعات اللي بتطلع الخاطئة على الممثلين اللي تبع الشركة، وبيكون شغلها صعب جدا ومعندهاش أي شخص في حياتها كده، فبتاخد قرار اللي هي تاخد ميعاد مع شاب، وبالفعل بتروح له وبتروح الميعاد وبتكون قاعدة مع الشاب، وكمان بيتكلموا والميعاد ماشي تمام، لعند لمّا بييجي بقى الاتصالات والرسايل كده، وبيطلع إن في إشاعة خاطئة طالعة على ممثل تبع الشركة، وهي بتحاول كده تعدّلها، وبالفعل بتنجح في كده، والميعاد طبعًا بيبوظ، والعسل ده بيمشي كده، وبعد كده هي بتروّح بيتها وبتكون تعبانة جدًا. بعد كده بنشوفها تاني يوم وهي رايحة الشغل بتمشي في الشارع، وبتشوف إعلانات كتيرة جدًا للممثل سونج، والممثل سونج ده بيكون أكبر الممثلين تبع الشركة، وكمان بتروح كده وهُم في الاجتماع بيتكلموا عن الممثل سونج واللي هو راجع قريب جدًا، وهي بتفتكر كده إن كان في مقابلة كده وشافته فيها وكانت في وسط المعجبين ووقعت، وهو راح ساعدها، ولمّا ساعدها وقّفها كده بيقول لها اللي أنا راجع لِك، وبعد كده بنرجع تاني للاجتماع وبيتكلموا على سونج، وبنعرف من سعيد صاحب سونج اللي هو راح لقارة إفريقية لمدة سنة ليساعدهم ويدخّل ليهم المياه، وكمان يساعدهم في الأطعمة وفي الملابس، وبيكون باين عليه كده شخص طيب، وبعد كده بنشوفه وهو بيلعب معاهم كده وبيقضّي معاهم وقت جميل، وبعد كده بنشوفه وهو في غرفته والمساعد راح ليه وبيقول له: "أنت حابب تشوف مين أول ما تروح؟" فبيفتكر هالة كده، وبنشوف هنا هالة وهي قاعدة وبتراجع كده الملف بتاعه والصور بتاعته مع الأطفال، وبعد كده بنشوفها وهي بتعمل الكشف الطبي، وبتكون كده عمّالة تخطرف كده بالكلام من كتر ضغط الشغل عليها وبتكون تعبانة، وبعد كده الممرضة بتصحيها بتلاقي بعد كده مكالمات كتير ورسايل وفي إشاعة اتنشرت على سونج، وبتروح يا عيني كده الشغل وهي لسه حتى ما غيّرتش هدوم المستشفى مش بيكون عندها وقت، والإشاعة اللي هو سونج ضرب واحد في القارة الإفريقية، لكن هو مش بيكون ضربه، هو بيلعب معاه الطابة والطابة جات فيه. بعد كده بتروّح بيتها واليوم بيبقى طويل جدًا، تاني يوم بتروح كده الشغل وبتحضّر المشروب بتاعها، لكن بتلاقي سونج كده واقف وراها وهي واقفة كده مبرقة، وبيوطّي عليها بيقول لها: "أنا رجعت لِك أهو زي ما أنا وعدتِك، وهنقضّي وقت حلو جدًا سوا." مش عارفين بقى النية إيه فيها، وبتفكّر كده في الكلام ده، بتكون قلقانة جدًا من الكلام ده. تاني يوم بتروح الشغل كده متأخّرة، وبتلاقيه قاعد على مكتبها، بيقول لها: "أنتِ اتأخّرتِ 5 دقايق." وبعد كده عمّالة تشتغل، وهو كل ما توقّف شغل بيقول لها: "موقّفة ليه؟ اشتغلي." فبتكون متضايقة جدًا من وجوده، والموظفين مستغربين كمان، وبعد كده بيروح ليها وهي بتحضّر مشروب وبياخده منها برضه، بيرخّم عليها وبتكون متضايقة جدًا، يامّا إيه القرف اللي أنا فيه ده، إمتى أخلص منّه؟ بعد كده بنلاقي إن في موظفة من الموظفين وهي بتنشر خبر غلطت في كلمة كده، وهي بتحاول كده تصلّحها، بتصلّحها بالفعل والموظفة بتروح تعتذر منها، لكن سونج بيقول لها: "أنتِ بتعتذري على إيه؟ أنتِ مش عارفة هي عملت إيه من 6 سنين." بعد كده بتاخده لفوق وبتقول له: "هو الموضوع ده مش خلص، ده كان من 6 سنين، وبعدين أنا اعتذرت منّك خلاص، وأنا مش عملت فيك حاجة ولا أنا كنت السبب." فبيضحك كده، وبعد كده بيروحوا الموظفين يسهروا، والبنت اللي كانت عاملة الغلطة كده بتتكلم، وبعد كده بيتكلموا بيقولوا نفسنا نعرف هي كانت عملت إيه قبل كده، ففي موظف كده كان معاها كده مستجد أيامها، فبيقول لهم أنتم عارفين إن هي عملت إيه؟ كانت بتكتب خبر كده جديد مقالة وغلطت في كلمة وقالت إن سونج وقتها ما كده إجا بيخلّفش. الشركة وكان معصب جدًا وكان عمّال يدوّر عليها، ولمّا سمعت الصوت فضلت تستخبى وهو فضل يدوّر عليها لحد لمّا دخّلها يا عيني كده الحمام، أيوه الحمام، وفضل يزعّق برضه ودخل وراها في الحمام وطلع عليها فوق كده، قالت له: "طب خلاص، خلاص هاطلع." والموظفين شالوها من تحت إيده بالعافية. فهنا بيبقوا متفاجئين كده من اللي هو بيقوله الموظف ده. بعد كده بنشوف هنا سونج وهو قاعد ومع مع صاحب الشركة المدير، وكمان بتكون هانا جايبة له كده سيناريو كويس عشان يحل كده عن دماغها وينشغل هو بالتصوير، فبيقول لهم: "أنا كده حاسس نفسي تعبان ومش عايز أشتغل ومش عارفة إيه دلوقتي."
فهنا طبعًا بتكون متضايقة. بعد كده بنعرف إن جاله إعلان وبيكون بيقضّي كده التصوير، وهي بتكون مبسوطة كده اللي هو بعيد عنها شوية، وبعد كده بتكون قاعدة مع سعيد صاحبهم المشترك، وبتتكلم معاه وبتقول له: "أنا مش عارفة أعمل إيه، هو على طول بيضايقني." فهنا سعيد بيقول لها اللي هو كان في إيده اللي هو يطردِك في وقتها، لكن هو مش عمل كده، باين عليه حابب ينتقم منِّك يا أختي والّا إيه؟ فهنا بتفكّر كده في الكلام، وبعد كده بتصحى بقى على رسايل ومكالمات منّه كتير في وقت متأخّر، فمش بترضى كده ترُد عليه. بعد كده هو بيقرر كده منّه لنَفْسه يقرا كده السيناريو ويحترم نَفْسه وما عادش يرن عليها تاني. بعد كده تاني يوم في الشركة بنشوف هالة وهي واقفة كده قدّام صورته بتقول له: "أنا نِفْسي أخلص منّك بقى." فهنا بتلِف كده بتلاقي واحد بيقول لها: "أنتِ بتفكّري فيّا؟" فبتقول له: "أفكّر فيك ليه؟ هو بيننا وبين بعض حاجة والّا إيه؟" فهنا بيقول لها: "طَب إحنا يعني كُنّا زمايل وفي كُلّية واحدة، ليه ما اتصلتيش بيّا ولا حاولتِ تبعتي لي رسالة ولا أي حاجة؟" فبتقول له: "أبعت لك رسالة؟ ليه يعني؟" فبيقول لها: "آه صح ليه؟ يالّا روحي شوفي أنتِ رايحة فين." بعد كده بنعرف اللي هو كان بيستنى على طول أي رسالة منها أو أي مكالمة أو أي حاجة منها. وفي مرة كان بيكلم مدير الشركة وصاحبه سعيد، وأول ما شافها كده في الفيديو اتبسط جدًا وكان مبسوط، باين عليه كده معجب بيها والّا إيه، وخصوصًا اللي هُم من بعد كده أيام بنشوف المدير وهو بيطلب من هنا اللي هي توزع الاستمارات بتاعة المستشفى عشان كل الموظفين يملوها، المفروض كل الممثلين قبل الموظفين كمان عشان يقيسوا التوتر، مستوى التوتر، أي حاجة بيشكوا منها. لكن هنا كده بتبعتها مع السواق بتاع سونج، لكن سونج مش بيرضى يوقّعها. وبعد كده السواق بيروح وبيقول لها وهنا بيعمل نَفْسه كده مشغول ومش بيرضى يرُد عليها أول ما بتتصل عليه وبتكون متضايقة جدًا. بعد كده مش بتهتم بالموضوع، بتكمّل شغلها عادي وبعد كده بترجع تتصل عليه تاني أكتر من مرّة. بعد كده بتروح السينما وبيكون ما فيش حد، لكن بتلاقي كده مرّة واحدة هو جاي قاعد جنبها وبتقول له: "أنت بتعمل هنا إيه؟" فبيقول لها: "جاي أتفرّج." بعد ما الفيلم بيخلص بياخد بعضه كده ويمشي، لكن هي بتنادي عليه بتقول له: "مش أنا السبب في اللي أنت تروح أفريقيا." فبعد كده بنعرف إن كان في الماضي حصل مؤتمر، والمؤتمر ده كان فيه سونج، وسونج كمان كان بيفكر اللي هو يتطوع كده سنة في أفريقيا ويروح يساعد الناس وحب ياخد رأيها، لكن هانا استهزأت بيه وقالت له: "ثواني، هو أنت هتروح هناك وتقضي هناك سنة وكمان هتساعد الناس؟" فهنا اتضايق جدًا من كلامها وقال لها: "طبعًا أنا هاروح." وفضل يزعق كده بصوت عالي اللي هو هيروح، والصحافة طبعًا سجلت ده كله فما كانش في مفر كده وكان لازم يروح أفريقيا بعد ما الصحافة سمعته وسجلت كل حاجة. بعد كده بنشوف هنا وهي بتكلمه وبتطلب منه اللي هو يسجل الاستمارة، لكن هو بيرفض. فبتقول له: "ما أنت أصلًا ما عندكش توتر." فقال لها: "أنا عندي نسبة التوتر عالية جدًا." قالت له: "تمام، أنا هاتراهن معاك، لو أنت ما عندكش توتر فأنت هتعمل اللي أنا عاوزاه." فقال لها: "تمام، ولو أنا عندي نسبة توتر عالية فأنا هاخد منِّك المرتب لمدة 3 شهور." بعد كده بيكون في كده مقابلة كده وفي مؤتمر صحفي والصحفيين ومعجبين كتير جدًا موجودين، وهي بتلاقي كده الاستمارة بتاعته فيها نسبة توتر 100%. فبعد كده بتلاحظ إن هو متضايق كده، فبتروح عنده جري، لكن بتتزحلق شوط كبير جدًا على رجليها. طبعًا ده كله في تصوير وكده وبتكون في نُص هدومها. بعد كده هنا سونج بيكون مبسوط جدًا وعمّال يتابع الفيديو، بيكون انتشر وجاب نسبة مشاهدات وتعليقات كتير، وهي يا عيني مش عارفة تنام من الموقف اللي حصل معاها. بعد كده بنشوف هنا جلسة تصوير، وأول ما بيشوف هانا فبيحب كده يستفزها وبيقول للمصور: "أنا عندي فكرة صورة جديدة جدًا وهي الزحلقة." فهنا طبعًا بتكون قايدة كده نار، وبعد كده بيروح ليها وبيقول لها: "إيه، شُفتِ الاستمارة؟ إيه نسبة التوتر كام؟ يا ترى 0 والّا إيه؟ على فكرة أنا لسه عندي وعد وهاخد منِّك مرتب ال3 شهور." فقالت له: "على فكرة مش فارقة معايا، بس على فكرة أنت مزوّر التقرير ده، أنا عارفة." وسابته وجريت كده. بعد كده وهُم في الاجتماع وبعد ما بيخلص وهي قاعدة كده وبتلم في أوراقها والكل قام وهي لسه، لكن المدير بقى بييجي يرخّم عليها وبيقول لها: "هو أنتِ رجليكِ تعبتِك والّا إيه؟ أنتِ عارفة الفيديو ده لو نزل عندنا على الصفحة خسارة، إحنا خسرنا الترند."
فهنا بتتضايق جدًا وبتمشي، وبعد كده بنشوف المحامي ده بيكون محامي الشركة الجديد، وبيتفرّج كده على الفيديو أكتر من مرّة وبيشوفها كده بيكون معجب بيها وبيقول بنت cute جدًا. بعد كده بنشوف سونج وهو رايح كده عليه التصوير، بيلاقي هدوم كده منشورة على العربية بتاعته، وبيكون كده السواق بتاعه غلبان كده حبتين وغسل ملابسه الداخلية ونشرهم. بعد كده بيتضايق وبيكلم سعيد صاحبه بيقول له: "أنا مش رايح التصوير النهارده، أنا يومي اتقفل من السواق". بعد كده سعيد بيكلم هنا عشان بيكون مسافر وبيقول لها على اللي حصل، فبتقرر كده تاخد الفرق بتاعها وبيعملوا واجبات ومش عارفة إيه وأكل وبتبعت لسونج، وسونج بتتبسط جدًا بيها اللي هي في التصوير، وبيروح التصوير وبيصور. بعد كده المحامي بيسمع شوية كده من الفريق وهُم بيتكلموا بيقولوا إن سونج وهنا بينهم حاجة، وهنا بيروح يسألها فبتقول له: "لا مش في حاجة ما بيننا، أنت ليه بتسأل؟" ويدخّلك يعني معلش في الكلمة، فقال لها: "لا ولا حاجة بس باسأل يعني." وبيتكلم معاها كده بيلطّف الجو، بييجي سونج بيكون متضايق جدًا وحاسس كده بغيرة، وبيسلّم كده على المحامي وبيكون مش طايقه، وبيحط إيده كده على هنا وبيروح جنبها وبيقول لها: "على فكرة أنا لسه عند وعدي وآخد منِّك مرتّب ال3 شهور، ولو مش عايزاني آخد منِّك المرتّب تيجي لي التصوير." فبتروح بالفعل كده التصوير، الفيلم بيكون كده بيبُص لها كده وبضحكة كده مستفزة، وبيروح كده عشان يصوّر. كل ما يصوّر مشهد ويبُص ليها كده بيلاقيها مشغولة حتى في الأكشن وهو بيصوّر وبيلاقيها ماسكة كده اللابتوب كده وعمّالة تشتغل، وهو طبعًا مش جايبها كده، جايبها عشان تتبهر بيه وبتمثيله، فراح ليها وقال لها: "خدي بعضك وامشي من هنا." فقالت له: "نعم، أمشي من موقع تصوير؟" قال لها: "أيوه، مش عايزة تيجي هنا تاني." فاتفاجئت كده وخدت بعضها ومشيت، وكان هو كده يدّيها دور أكشن باين. فإحنا عارفين طبعًا إن هُم كانوا متخرّجين من نفس الجامعة، وسونج كان بيصوّر إعلانات في الوقت ده وهو في الجامعة، فكان في إعلان كده عاملينه سوا. وبعد كده هنا بتعرف إن هو راح لمديرة الجامعة وطلب منها اللي هي مش ينشروا الإعلان ده عشان هنا، ومقابل اللي هُم هيعملوا لهم إعلان كل سنة للجامعة ببلاش. وهنا كده وهي قاعدة مع صديقتها سونج بيبعت ليها الصورة بيفكّرها بيها، لكن بتتضايق وما بتردش عليه. بعد كده بنشوف سونج وهو حاسس كده بالغيرة من المحامي ده وعايز يجمع شوية معلومات عنه، فبيقرر كده يدّي المهمة دي للسواق بالخصوصي بتاعه، فالسواق بيجمع له شوية معلومات عنه. بعد كده وهو في التصوير بنشوف هنا السواق جايب ليه كده شوية أوراق أسئلة كده من الصحفيين عشان يملى الاستمارة دي، فبيبُص عليها بيقول له: "روح ادّيها لهنا هي أكتر واحدة عارفاني وهتملاها." لكن في أسئلة كده بتقف قدّامها فبتروح له بتلاقيه نايم وبتصحّيه وبتسأله على الأسئلة وبيجاوبها، لكن بيكون تعبان جدًا وبينام كده على كتفها، وهي بتتفاجئ منه ومن تصرفاته وبتسيبه كده وبتمشي. بعد كده وهي تاني يوم في الشغل بنشوف المحامي جاي ليها وبيسألها اللي هي كانت قريبة منه تاني، فبتقول له لأ، فبيقول لها: "على فكرة أنا ساكن دلوقتي جنبه، ساكن في الشقة اللي جنبه." فقالت له: "أنت مش لاقي ده اللي تسكن جنبه، وبعدين ما تجيبليش السيرة ديّة أنا باتضايق منها." من سيرته، فباقول لها: "تمام ماشي." فبتقول له: "أنت هتعمل حفلة بمناسبة البيت الجديد؟" فقال لها: "آه فكرة أنا هاعملها وهاعزم الفريق بتاعِك كلّه." بعد كده هُم الاتنين بيتقابلوا كده في الأسانسير وبيسألوا عن هانا، بيقول له: "أنت قريب منها؟" فبيقول له: "ليه بتسأل؟" فبيقول له: "أصل أنا مواعيدها." فهنا سونج كده بيستوعب الموضوع وبيجري، وبعد كده بيفضل يفكّر في الموضوع، وبيكون مشغول جدًا ولا عارف يذاكر السيناريو ولا عارف ينام ولا عارف أي حاجة، وخايف جدًا إن المحامي ده يلطش منّه وغيران عليها، لكن بيبعت لها كده رسالة وبيقول لها: "أنتِ صاحية، أنتِ بتعملي إيه؟" لكن ما بتردش عليه، بيكون رايح كده بدري كان الشغل. وبعد كده هنا بتكون هنا راحت الشغل والمدير جاي يقول لهم إن في إشاعة انتشرت على سونج هو والبطلة المسلسل اللي هم بيحبوا بعض، لكن هنا بتكلم سونج بتقول له: "الموضوع ده حقيقي؟" فقال لها: "لأ." فقالت له: "تمام." ونشرت وعدّلت الخبر. وبعد كده بنشوفهم وهُم بيسمعوا المسلسل، لكن بيتفاجئوا كده بدخول سونج عليهم، والمدير بيقول له: "غريبة أنت ما بتسمعش أصلًا
المسلسلات أو أي دور ليك؟ فبيقول له: "لا ما فيش يعني عادي." واتحرج كده وسكت. بعد كده كله بقى عمّال يقول له: "واو تمثيلك" مش عارفة إيه الحاجات دي ومش عارفة إيه، لكن هي ما فيش أي اهتمام خالص. بعد كده بييجي لها مكالمة وبتطلع وهو بيطلع وراها وبيسألها بيقول لها: "إيه رأيِك في المسلسل؟" فقالت له: "آه تمام حلو." فقال لها: "لأ عجبِك يعني؟" فقالت له: "آه وأخو البطل ده حلو جدًا وتمثيله حلو." فقال لها: "أنا باسألِك عني أنا." فقالت له: "إيه يعني ما هو كُلّه عمّال يسقّف لك ويطبّل لك يعني أعمل إيه أنا؟" فقال لها: "تمام ماشي أنا ماشي، عاوزة حاجة؟" بعد كده بيكون في ذكرى سنوية لصديق سونج وبيكون مشترك بينه وبين هانا الصديق ده، فبيروح له كده بيقول له: "يا ريتك كنت موجود أنت عارف أنا باحب دلوقتي وهتتفاجئ جدًا لمّا تعرف مين هي." وبعد كده بتقول له: "يتفاجئ من إيه ومين إيه؟" فقال لها: "ما لكيش دعوة دي حاجة بيني وبينه." بعد كده بنلاقيه قاعد في العربية وحاطط كده صورة هانا معاه في السيناريو ومبسوط جدًا. بعد كده بنلاقيه كده متضايق عشان سعيد صاحبه واقف مع هانا وعمّال يهزر معاها كده وحاطط إيده على كتفه، وعمّال يكلّم في نَفْسه كده وبيقول له: "شيل إيدك." مش عارفة إيه، وغيران جدًا وبيروح كده ياخد سعيد كده بيقول له: "باقول لك إيه، إيدك دي ما تتحطّش إلا على كتفي أنا، اوعى أنت تحطّها على هانا تاني." بعد كده هنا بيشوف كده أي حاجة عشان يعرف يعترف لها كده أي فكرة، لكن السواق بيدخل عليه بيحكي له بيقول له: "ادّيني فكرة كده." بيقول له: "أنا في مرّة ربطت رباط الحذاء بتاع صاحبتي ومن ساعتها إحنا علاقتنا كويسة." بقى كل شوية تانية يبُص بقى على الرباط وما فيش أي رباط، لعند لمّا بتيجي في يوم بكوتشي كده فبيدّي إشارة كده للسواق بيروح يفك كده الحذاء، ولكن هو بيروح عشان يربطه بتيجي كده زقّاه وبيكون خايفة اللي هو يربط ليها الفردتين في بعض عشان تقع. وهنا سعيد بيكون ملاحظ كل حاجة وبيكون عايز الأرض كده تنشق وتبلعه من الموقف اللي هو حصل واللي هو وقع. بعد كده بتجيب لها القهوة فبتتردد كده بتقول له: "خُد أنت حاطط لي حاجة فيها والّا إيه؟" بعد كده بتروح الشركة وبيكونوا عاملين خطة كده هو وصاحبه والسواق وبيكون حاطط كده أطرف عينيه، لكن هي بتشوفه كده بتقول له: "إيه إحنا النهارده كده مش هنتشاكل والّا إيه، زعلان ليه يا عسل؟" وبتسيبه كده وبيمشي. لكن بالليل بيكون عمّال يكتب كده في رسالة عشان يعترف ليها بحبه، لكن كل شوية تانية يقطعها لعند لمّا بيستقر كده على رسالة وبيكتبها. وبعد كده تاني يوم بالفعل بيروح عشان يعترف ليها بمشاعره ويديها الرسالة، لكن هي بتكلم صاحبتها وهي بتقول لصاحبتها: "أنا باكره جدًا الرسالة اللي الشخص بيكتبها بخط إيده." فبيقطعها كده وهنا بتقول له: "وسّع كده." وبتيجي ماشية. بعد كده بتقابل المحامي وبيفكّرها بالميعاد واللي هي لازم تروح تيجي يعني على الحفلة، وهنا حضّر الأكل وكل حاجة والفريق بييجي. لكن هنا سونج بيكون متضايق جدًا وخايف طبعًا وغيران عليها وخايف إن المحامي يلطشها منه ومش عارف ينام ولا يعمل حاجة. وهنا بتكون لسه هنا مش وصلت، ولكن الباب بيخبّط وهو بيجري كده ويكون مبسوط، لكن بيلاقي سونج اللي مش بيطيقوا بعض وبييجي. وهنا الفريق بيتفاجئ كده وبيخش كده فجأة عشان يمسك هانا ويشوفها وهي موجودة، لكن مش بيلاقيها. وبيفضلوا كده هُم الاتنين مستنيين هانا لعند لمّا بتيجي وبيجري سونج كده وبيفتح ليها الباب والمحامي بيلحقه، وبيقعدوا كده وبيلعبوا سوا كده لعب كده مش عارفين إيه هي كده. وبعد كده بنشوف هانا وهي واقفة بتتكلم في الموبايل. وبعد كده المحامي بييجي ليها فبتقول له: "المنظر هنا رائع جدًا." فبيقول لها: "أنا ما خدتش بالي لمّا أنتِ قُلتِ وحسيت إن هو حلو." فبيقول لها: "أنا ما ليش في الحفلات والجو ده." فقالت له: "يبقى أنت أكيد بتحب حد من الفريق." فقال لها: "آه." وسكت كده فقالت له: "إيه أنا؟" فقال لها: "آه هاستنى منِّك الرد." بعد كده بنشوف هنا سونج وهو قاعد هو وسعيد وبيقول له: "أنا حابب أعترف لك بحاجة." فسعيد بيقول له: "قُل." فبيقول له: "أنا باحب هانا." فقال له: "آه أنا مش مستغرب، لكن الحق أنت قبل ما المحامي يلهفها منّك." فهنا سونج كده بيقرر اللي هو يلبس ويجري كده على هانا عشان يعترف لها بحبه وبيفضل يرن عليها لكن مش بترد. بعد كده بتجيب له هنا السيناريو بتقول له: "سعيد كلمني وقال لي اللي أنا أجيبه لك." فقال له: أنا اللي قايل له." بتلحلح كده بيقول لها: "أنا مُعجب بيكِ جدًا." فبتقول له: "يعني إيه؟" فقال لها: "أنا باحبِك." فبتيجي مصوّتة كده وجارية وهو مش فاهم هو قال إيه يعني. ولا هي فاهمة هي سمعت إيه، وبتاخد على بعضها كده وبتمشي بعربيتها، لكن الباب بيخبط وبيفتكرها هي. لكن لمّا بيفتح الباب بيلاقي سِت كده والسِت دي بنعرفها اللي هي أمه. بعد كده بيقفل الباب في وشها، باين في مشاكل كتير. بعد كده وهو نايم بنلاقيه كده بيشوف حاجة والحاجة ديّة هي أمه، وبنعرف إن أمه كانت ممثلة مشهورة جدًا، لكن كانت عازلاه كده بعيد عنها عشان بسبب شهرتها كده.
بعد كده بنعرف إن باباه كان عامل حادثة، واللي هو حاول يتواصل معاها كتير لكن هو مش عارف يتواصل معاها بسبب شهرتها واللي هي بعيدة عنه وبعيدة عنها على طول عشان شهرتها والتمثيل. لكن هنا بنشوف هنا وهي عمّالة تفكّر هي الكلمة اللي سمعتها دي يمكن سمعت وهو بيقول لها أنا هاقتلِك، سمعتها باحبِّك والّا إيه، هو في إيه يا ولية، طب هو بيقول لي كده ليه، طب هو عايز منّي إيه، طب أنا مش عارفة أعمل إيه. راحت الشغل الصبح كده ومستخبية بقى من سَنْج ومستخبية من المحامي، لكن من سونج مش بييجي، لكن المحامي بييجي وبيتكلّم معاها كده وسونج بييجي بعد كده وبيلاقيها واقفة مع المحامي وبيتضايق جدًا وبياخد بعضه كده وبيمشي والسواق بييجي كده وبيقول له: "مالك؟" فبيقول له: "أهو أنا عملت فيها إيه؟" فقال له: "طَب أنت عملت فيها حاجة تضايقها قبل كده؟" قال له: "ما فيش، أنا ربطت بس الفردتين الحذاء بتاعها قبل كده ووقعت، حطيت لها مرّة في القهوة ملح." يعني حاجات تافهة يعني. فقال له: "طَب بُص أنا عندي حلول تانية." فقال له: "لأ، لأ، لأ." طب بُص، هو ممكن يكون بتتضايق منّي ليه؟ هو عشان مثلًا هي على طول بتعدّل المنشورات اللي بتحصل عليَّ والإشاعات، هي إشاعات اللي هي أنا باقابل في حد بيحبني، أنا باحب حد، كنت مع فلانة، هي مفكّراني اللي أنا بتاع بنات صح؟ طب أعمل إيه أنا دلوقتي؟ بعد كده هنا المحامي بيسألها عن رأيها واللي هي قرّرت والّا إيه وبياخد رأيها، لكن مش بترُد عليه. وهنا المحامي وهو بيكون طالع بيعاند كده في سونج وبيعمل مكالمة وبيكلم هانا وبياخد معاها موعد، وسونج طبعًا هيكون بيفرقع من الغيرة، لكن سونج بيبعت لهانا رسالة وبيقول لها اللي أنا واقف تحت البيت انزلي يالّا بسرعة أنا جيت. بتنزل جري كده لكن مش بتلاقي حد، بعد كده بتسمع دوكة كده بتلاقي إن الناس كلّها اتلمّت حواليه وعمّالين المعجبين يتصوروا معاه، فبيكلّم سعيد كده ييجي يلحقه وبعد كده بتروح هي الميعاد اللي مع المحامي والدنيا بتكون ماشية تمام، فبتيجي تكلّمه عن رأيها فبيقول لها مش تستعجلي، خلّينا ناخد وندّي في الشغل بعد ونتعرّف على كده بعض الأول. بنشوف سونج وهو باعت ليها تذكرة للسينما، لكن هي بتكنسل كده من نفسها وما بتروحش ليه، وبيفضل مستنيها يا حرام في السينما كده بيتفرج على الفيلم لوحده، وبيفضل في البيت مستنيها اتصال منها، لكن بتبعت رسالة اللي هي واقفة برّه، فبيفتح ليها الباب، فبيقول لها: "أنتِ مش جيتِ ليه؟ أنا كنت حاجز السينما كلها عشانِك." فتقول له: "حاجزها كلها ليه يعني؟" فبيقول لها: "كنت حابب أقضي شوية وقت معاكِ." فبتقول له: "ليه؟" فقال لها: "أصل أنا مُعجب بيكِ." "مُعجب بيّا إزاي؟" فباقرّب منها كده لسه، فبنشوف بقى السواق جاي فهنا بتتخض كده وبتجري وتستخبى، بعد كده السواق بييجي وبيدخل وبيقول له: "أنت مالك كده متغيّر؟ أنت أكيد متضايق بسبب هنا صح؟" "لأ يا حبيبي هو متضايق عشانك أنت." فبيوزّعه كده وبيجري لهانا وهي مستخبية تحت، وبيفضل يتكلم معاها كده ويفتكروا كده ذكرياتها، وبعد كده بنشوفها وهي رايحة الشغل كل ما تشوف صورة بقى بتبتسم ليه ومش عارفة إيه، وتكلم في نفسها ومن حبها ليه الشديد. بعد كده بتروح للمحامي هنا بتقول له: "أنا خدت قراري وعايزة أعرّفك رأيي، معلش هو أنت شخص كويس جدًا لكن أنا مش حابة يعني مش في أي حاجة ومش عارفة تتكلم معاه." فباقول لها: "خلاص أنا فهمت اللي أنتِ قُلتيه، بس ممكن أسألِك حاجة، هو سونج ده عاجبِك في إيه؟ ده إنسان تافه جدًا." فبيسيبها كده وبيمشي وهي بتتفاجئ كده من كلامه. بعد كده بنشوف بقى مكالمات الحبيبة سوا كده ليل نهار في الشغل برّه، نايمين صاحيين مش عارفين، الدنيا كده اتغيّرت، حتى الأكل بيشاركوه سوا، أي حاجة بقى بيشاركوها مع بعض، وصور وتليفونات على طول. بعد كده بيرن عليها بيقول لها إن هو هنا تحت البيت أهو، بيطلع يقابلها وبيقول لها اللي في تصوير واللي هو هيغيب كام يوم كده، ويكون جايب كده لحبيبته هدية ولسه بيقرّب منها، لكن التليفون بيرن وهنا بيقولوا له: "تعالَ بسرعة عشان التصوير." فبيقول لهم: "تمام ماشي أنا دقايق بس وجاي." بعد كده وهو ماشي بيكون زعلان جدًا، لكن في ليلة كده بنشوف الباب بيخبط وبيشوف دي مامته، فهنا بيفتح ليها كده فبتقول له: "إيه مش هتعزم عليَّ يا ابني والّا إيه؟" بيضحك كده بيقول لها: "ابني." فقالت له: "هو أنا عاوزة ميعاد عشان آجي أشوفك." بعد كده سعيد صاحبه بييجي وهنا بنلاقيه اتنرفز جدًا وسعيد بيهدّيه وبيقول له: "خُد الست دي وطلّعها برّه." وسعيد بيطلّعها برّه بالفعل وبيكلم هانا تيجي تهدّيه، وبتفضل تتكلم معاه كده واخداه في حضنها وبتواسيه، لكن بياخدها تاني كده في حضنه وبيقول لها: "أنتِ شبه ستي لمّا كانت بتعمل معايا كده لمّا أكون متضايق." بعد كده في التصوير هنا بنشوف سعيد واقف مع هانا وبيقول لها:
أنا شاكك جدًا في الست اللي بتشتغل عنده، خايف منها ممكن تكون تعمل له حاجة، فبيروحوا كده على بيتها لكن مش بيلاقوا ده بيتها أصلًا، وبيلاقوا ناس تانية ساكنة والناس دي بيكلموها، وبتطلع إن الست دي غنية جدًا، وإن الست ديّة قبل كده كانت باعتة هدايا لسونج، وهنا بتروح لسونج وبتقول له أنا هاقدّم استقالتي، أنا مش عُنت محتاجة الشغل ده وبتحضنه كده. بعد كده بتفكّره بتقول له: "كان لازم تقبل الهدية اللي أنا بعتّها لك." والست دي كانت باعتة هدية غالية جدًا لسونج هدايا، لكن مش رفضها، فحبِّت تنتقم منه وبقت تحط له الدوا عشان ترفع نسبة التوتر عنده. وبعد كده بنشوف مامته وهي بتقابل المدير بتاعه، بنعرف إن هُم كانوا شغالين سوا قبل كده، أيام ما هي كانت بتشتغل ومشهورة، فبيقول لها: "لازم تسافري وتسيبيه عشان يعرف يكمّل حياته." فبتقول له: "أنا حابة بس أقضّي شوية وقت معاه." وشكرًا جدًا اللي أنت اهتميت بابني طول الفترة دي، أنا عايزة أعرّفه بس اللي أنا في بداية زهايمر، وعايزة أقضّي معاه شوية وقت وأعتذر ليه على اللي أنا عملته معاه قبل ما أنساه. وفي شخص جديد كده بيظهر وهو واقف عند القبر وبيكلم في نفسه واللي هو عاوز ينتقم من سونج ومش عارفين ايه المشكلة. وبعد كده بنشوف في حد بيسرب خبر كده بصورة عن سونج وبتبقى إشاعة كبيرة ومشكلة كبيرة لسونج. وهنا المدير وهانا بيتكلموا عن الإشاعة وبعد كده والدته بتيجي وبنعرف إن الإشاعة ديت في حد صور مامته وهي عنده من الخلف وبعد كده بنشر الصورة بيكون وشها مش باين. وهنا بتقول نقدر نقول إن الست دي هو ما يعرفهاش وإن هي جاية كان ليه شقة تانية واللي العنوان كان غلط. بعد كده بنشوف إن الست دي اللي كانت شغالة عنده قاعدة مع هنا وبتقول لها أنتِ خايفة إن أنا أفضح علاقتِك بيه، وبعد كده بتقول لها هو على فكرة يومين كده وهيزهق منِّك زيِّك زي غيرِك، فاستمتعي يا حبيبتي كده باليومين بتوعِك. بتفكّر كده على طول في الكلام وبعد كده بيبعت لها message وبتروح كده تقابله وبيكون عامل لها جو رومانسي كده، وبتروح بتكون قاعدة كده مسهّمة ومش بتتكلم خالص مش زي عادتها، فبيسألها بيقول لها مالِك، بتحكي له على الست دي وبتقول له اللي هي قالت وإن هي مسألة وقت وهتخلص القصة دي واللي أنت بتتسلى، فباقول لها سيبِك من الكلام ده كله أنا باحبِك بجد. بعد كده بيلاقي رسالة كده جاية له، بيلاقي صورة لكارنيه عامل وبيعرف إن الكارنيه ده تبع حد من الشركة اللي هو فيها. بعد كده بنعرف هنا بيقول لسعيد، فسعيد بيقول له ممكن يكون ده السواق اللي كان شغال هنا قبل كده، وإن دي مسألة قانونية ولو عرفناه إحنا نقدر نحبسه. بعد كده بنعرف إن الشخص ده نشر خبر تاني والمرة دي بيكون منزّل صورة مامته بوشّها وبيقول إن هي اتطلّقت من جوزها عشان سُنج يتجوّزها، وهو طالع كده بيلاقي صحفيين وتصوير والأسئلة نازلة ترِف عليه كده ومش بيبقى عارف يعمل إيه وبيدوخ كده وبيُقع. وهنا هالة بتجري عليه كده وبتنقذه من الصحفيين وبتاخده للبيت وهنا تصوير وكل الدنيا اتقلبت. بعد كده بتروح على الشغل وهنا بترجع تاني بتروح المستشفى والمدير بيقول له أحسن حاجة اللي إحنا نكشف الحقيقة وعن السر ده. بعد كده هالة هنا بتكون قاعدة وبعد كده بيكون في رايح التصوير لكن مدير التصوير المُنتج بيقول له هنأجل النهارده، والمُنتج كده بيبقى شكله اللي هو عايز يغيّر سُنج. وهنا سعيد بيقول لهالة أنا من رأيي اللي إحنا لازم نكشف الحقيقة ونعرّف الناس إن دي مامته كده مشواره الفني هينتهي بالإشاعة دي. بعد كده بيروح لسونج وبيقول له على الفكرة دي، لكن سونج بيرفض رفض تام وبيقول له: "أنا غلطان اللي أنا عرّفتك حاجة زي دي عني، هي الإنسانة دي مش اعترفت بيّا وأنا صغير، فإزاي أنا هاعترف بيها دلوقتي، هي عمرها ما عملتني زي إن أنا أكون ابنها." بعد كده بيسيبه ويمشي، لكن هنا بتفكّر وبتاخد قرارها اللي هي لازم تكشف الحقيقة وبتكلّم سعيد وبتقول له لازم نعمل مؤتمر، وبالفعل بيعملوا المؤتمر وهنا بيكشفوا الحقيقة وبيجيبوا مامته، ومامته بتحكي عن كل حاجة وبيشوفوا المؤتمر على التلفزيون وبعد كده بتقول إن ده كلّه حصل بسببها هي المشاكل دي، وإن كمان هي اتخلّت عنّه بسبب شهرتها لكن هي بتحبه زي أي أم. بعد كده بنشوف سونج وهانا بيشّكلوا بسبب الموضوع ده وبيتضايق عليها. بعد كده بيرجع التصوير وبنلاقي المُنتج كده مُرحّب بيه جدًا بعد ما الإشاعة خلصت. بعد كده بنشوف هانا ومامته قاعدة معاها وبتقول لها كمان على كل حاجة وعن مرضها الزهايمر وإن هي هتسافر خلاص. بعد كده بنشوف هنا سونج وهو جاي لهانا عشان يعتذر منها
وبالفعل بيعتذر منها، ولكن هي بتقول له على حقيقة مرض أمه. وبعد كده سونج بيروح بيقعد مع سعيد بييجي له البيت وبيتكلم معاه وبيقول له أنا عرفت كل حاجة وعرفت مرضها وعايز أشوفها، وبالفعل بيروح ليها بيلاقيها اللي هي كانت بتلم كده أغراضها واللي هي كانت مسافرة وبيقعد معاها، وبتقول له إن أنا كنت اللي أنا على طول باحبك وهافضل أحبك زي أي أم بتحب ابنها، بس أنا مش كنت فاهمة معنى الأمومة كويس، واللي أنا كنت حابة أقضّي شوية وقت معاك قبل ما أنساك والزهايمر يدخل، واللي هي هتسافر عشان تكمّل علاجها. بعد كده هانا وسونج بيروحوا كان لصديقهم اللي متوفي، بعد كده بيرجع للشقة وبيلاقي كده جواب ظرف وبيقول له أنت سبب في قتل صاحبك، وبيروح للمحامي وبيحكي له على كل حاجة، وبيقول له أنا بييجي لي تهديدات على طول في نفس ذكرى وفاة صاحبه. بعد كده بيروح للمحامي وبيعرّفه بكل حاجة، فالمحامي بيقول له أنت عارفه؟ فبيقول له أنا راجعت الكاميرات وعرفته ده مدير صاحبي اللي اتوفى، فبيقول له بدال أنت عارفه فروح وواجهه. بعد كده بيروح هانا وبيسهروا كده بذكرى وفاة صاحبهم وبيتكلموا كده بيجيبوا في سيرته، وهي بتقول أنا كنت تعبانة يومها وما عرفتش أرد عليه، وبتلوم نفسها وهو كمان بيلوم نفسه اللي هو ما ردش عليه في اليوم ده. وبعد كده بالفعل بيروح لمدير صاحبه اللي اتوفى وبيواجهه، فبيقول له أنت السبب ومش عارفة إيه، وبيفضل يلومه المدير وبيقول له اللي أنت فيه دلوقتي كان يستحق ليه هو مش أنت، فبيقول له أنا عارف لكن هو صاحبي وكان أعز أصدقائي، أنا بالوم نفسي أكتر منك، وكان يمكن لو أنا كنت جنبه في المحنة اللي هو فيها دي كانت فرقت معاه، وأنت كمان بتلوم نفسك وأنا متأكد على وفاته، ولكن ده موضوع وعدّى وإحنا ما لناش ذنب فيه. فبالفعل هنا بتروح بتلاقيه قفل المحل بتاعه وبيكون سلّم نفسه بتهمة اللي هو بيهدد على طول سونج. بعد كده بنشوف المدير وهو بيقول لهنا هو سونج بيواعد حد بيحب حد، فبتقول له مين مش عارفة، وبعد كده بتاخد بعضها وبتمشي، لكن هو بيكون عارف إيه اللي بينهم وبين بعض. بعد كده سونج بيروح كده ويحضنها فبيقول له أنتم بتعملوا إيه؟ هو ده لعب عيال؟ إحنا هنا يا ماما في شغل. بيستعبط عليهم كده، لكن هو بيكون عارف إن هُم بيحبوا بعض. بعد كده بتكون هنا متضايقة وبتقول له: "أنت كده مبسوط." وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بنشوف إن سونج جاي وجايب معاه هدايا للموظفين وأكل بحجة الأكل يعني عشان يشوف هانا ويقضّي معاها شوية وقت. بعد كده في مكالمة بتيجي ومن صحفية وهو بيرد عليها فبتقول له: "ناوي تعمل أعمال جديدة الأيام دي؟" فبيقول لها: "آه طبعًا، وناوي أعمل شخصية واحد بيحب صاحبته اللي في الشغل زميلته." فهنا الخبر بينتشر على طول وهنا بتقعد تعاتب فيه، وبعد كده بنشوفهم سهرانين كده بالليل، وهنا بيقول لها: "مش معقول ندَّلنا كده قاعدين في البيت، إحنا مش عارفين نخرج." فبتقول له: "شوف مكان ما يكونش فيه حد فيه عارفك وإحنا نخرج، وبعدين أنا باحب قعدة البيت وهنا أحسن." فهنا بيفكر مع نفسه كده وبيشور نفسه بيفضل يقول لها مش معقول كده ولازم نخرج. فهنا بيقرر اللي هو يروح للمدير وبيقول له أنا حابب اللي أنا أشتغل يوميًا هنا في الشركة وعايز مكتب، فبيقول له ما فيش مكان، فبيقول له في مكتب فاضي عند فريق هنا وبيروح بالفعل هناك وبيقعد هناك على المكتب، وهو المعروف عنه اللي هو أصلًا ما بيحبش الشغل وما بيحبش الالتزامات في المكتب والكلام ده كله. بعد كده بييجي له تصوير وبسبب التصوير ده ما بيكونش عارف يشوف هانا كل يوم والتاني وبيكون متوتر كده، وبعد ما بيخلّص التصوير بيفكر كده مع نفسه اللي هو يتقابل هو وهانا، لكن بتقول له باقول لك إيه الصحافة ابتدت كده تشم خبر وكل شوية التانية بتنزّل أخبار اللي أنت على طول بتروح الشغل، واللي أنت أكيد بتحب واحدة من الشركة. وهنا بيكلمها وبيقول لها معقول إحنا قاعدين في نفس المكان وبنشتغل في نفس الشركة ومش عارفين نقابل بعض، وبكلام كده رومانسي بيقول لها أنا باحبِك وأنتِ وحشتيني جدًا وعايز أقابلِك، طب إيه رأيِك اللي إحنا نخرج ونسافر في مكان ما حدش يعرفنا؟ وبيتفقوا بالفعل على المكان ده وبيشوف كده وبيحجز التذاكر، وهو بيكون مسافر مع نفسه كده ومتخفي، ولكن بالفعل بيتعرف برضه بيكون ناس من الشركة متعامل معاهم قبل كده وبيعرفهم، لكن سعيد كده بيحل الموضوع. بعد كده هو وهنا بعد ما بيوصلوا بيركبوا العربية بيكونوا رايحين على المكان مطعم كده، لكن بيلاقوا برضه ناس موجودة فيه، والمنحوس منحوس راحوا برضه المكان ده اللي ما فيهوش حد لقوا فيه موقع تصوير، قرروا يروحوا بقى على غرفة الأوتيل. هنا سونج بيكلم كده سعيد عشان يحجز له، لكن المنحوس منحوس لو علقوا على دماغه
الكنوز. وبعد كده بياخدها لمكان جميل كده في البحر، وبعد كده في صحفي بيتصل على هانا وبيقول لها هو سونج فعلًا مع حبيبته ومسافر، فبتقول له مش عارفة هاتأكد كده من الخبر وهاقول لك. لكن هنا بتقول له أنا حاسة كده إن إحنا لازم نعرّف الناس عن علاقتنا، فبيشدّها ليه كده وبيقول لها حاسة، ده أكيد طبعًا. وبعد كده حياتهم بتكمل وبيتجوزوا وبقوا عايشين كده حياتهم بشكل طبيعي، ومش عادوا خايفين من صحفيين ولا من أي حاجة. واستنوني في ملخص فيلم جديد، مع السلامة.